من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزارة التعليم تضع خطة عمل للعام 2026. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. فعاليات أسبوع الشباب تلعب دورا مهما ومؤثرا في توريث أمانة الشهداء. النيجر تتهم فرنسا بهجوم في مطار نيامي وتشكر روسيا على صده. الحكومة السورية وقصد تعلنان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. مناورات إيرانية روسية صينية مشتركة قرب مضيق هرمز. إلى التفاصيل. وضعت وزارة التعليم خطة عمل للعام 2026 بتقييم أعمال العام 2025 المنصرم يومي 29 و30 من يناير الجاري. وقدم في الاجتماع التقييمي مسؤولي الأقسام والفروع بالإضافة إلى مدارس الجاليات الإريترية في السودان ومكتب اليونسكو لدى إريتريا تقارير. وأشارت التقارير إلى تسجيل أكثر من 35 ألف طالب 89% منهم من الإناث في برامج محو الأمية، وأكمل منهم 76% دراستهم، ونجاح 68.8% من أصل 70,349 طالب شاركوا في امتحانات الصف الثامن الوطنية، وتخرج أكثر من 700 متدرب و42% منهم من الإناث من المدارس التقنية والفنية والزراعية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل خماسية. وقدمت التوصيات التي أشارت إلى نقص عدد المدارس الفنية والقوى البشرية من حيث العدد والكفاءة، إلى جانب نقص الموارد الداعمة التي تعتبر من أكبر التحديات في العمل المذكرين بإجراء الأبحاث وتوثيقها. ووضع ضوابط فاعلة للأموال التي تدفع من قبل المواطنين والطلاب، والتركيز على المواد الثقافية والتاريخية واللغوية للشباب، وبحث سبل دمج المواد الدراسية المتشابهة نظرا إلى تزايد عدد المواد الدراسية بشكل عام. وأوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد في كلمتها الختامية أن التقييم هدفه إلى الاطلاع على سير الأعمال والبرامج بشكل متكامل بالدفع العمل بجد ومواجهة التحديات الداخلية للوزارة وإيجاد حلول مدروسة ومستدامة. وأضافت الوزيرة حليمة أن الحكومة الإريترية تركز على قطاع التعليم ضمن الأولويات التنموية، وأنه من أولى المتطلبات أن يتم التعديل من الهيكل الإدارية بالرغم من توفر الإمكانيات والكفاءات الأساسية وافتخار المعلم بهذه المهنة النبيلة والكريمة، وتطوير العلاقات مع المؤسسات الشريكة وتحفيز روح العمل، بالإضافة إلى احترام الآداب المهنية للتعليم وتعزيز فعالية الموارد للوزارة. أفادت مفوضية الثقافة والرياضة بأن ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سيرى الاحتفال بها بحفاوة كبيرة. وأوضحت المفوضية أن برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في الداخل والخارج سيتم نشرها لاحقا. هذا وتأسست مدرسة الثورة في فترة النضال التحرري في العام 1976 في منطقة زيرو في شمال شرق الساحل. أشار المشاركون في فعاليات أسبوع الشباب بإقليم شمال البحر الأحمر أن الفعاليات تلعب دورا مؤثرا في توريث أمانة الشهداء وتحمل مسؤولياتها. أوضح ذلك في الإفادة التي أدلوا بها لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا، مشيرين لتغطيتها لمختلف المنافسات من القيم الثقافية والوطنية، وما تشهد البرامج التي يتم تنظيمها تطورات ومحتويات متنوعة تتيح فرص المشاركة للشباب من عام إلى آخر. كما ذكروا أن جميع الفعاليات التي تنظم في الأسبوع تستهدف الشباب بإبراز قدراتهم وأفكارهم من حيث ويتبادلون الخبرات ويتعرفون على تقنيات وابتكارات أقرانهم من الشباب. كما تساهم البرامج التي تؤرخ التاريخ مثل ذكر عملية سالينا في العام 1977 إلى جانب السيمينارات للتعرف على التراث الرقيق تساهم في تنوير الشباب وتنمية معرفتهم وإلمامهم الوطني. وأضاف المشاركون أن البرامج التي تقدم بالشباب إلى الشباب تذكر برفع قدراتهم القيادية والاستكشافية، مناشدين الجهات المعنية للعمل عليها بشكل وطيد نزولا إلى مستوى القرى.
وأضافت المعلومات الواردة بأن البرامج تشمل زيارة للمناطق الأثرية والتاريخية ومن ضمنها متحف إقليم شمال البحر الأحمر. هذا وسوف تتضمن الفعاليات التي افتتحت يوم 28 من يناير تحت شعار بحرنا مستقبلنا يوم السبت 31 من الشهر الجاري. أفيد في الاجتماع التقييمي الذي عقد يوم 29 من يناير أن فرع بارنتو التابع لصندوق القروض المسقرة والادخار يعمل بجدية لزيادة إنتاجية المواطنين ذوي الدخل المحدود. وأوضح مسؤول الفرع بإقليم القاشبركة السيد موغوس محاراي أثناء عرض برنامج 2025 من حيث المزايا ونقاط الضعف والتحديات أن العمل جاري لتحسين سبل عيش المواطنين في المناطق الريفية والضواحي النائية الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من المؤسسات المالية الرسمية بسبب بعد المسافة والضمانات. وذكر أن الفرع يقدم الخدمات ل20,792 عميلا من بين 8,977 من الذكور، مضيفا أنه صرف أكثر من 88.4 مليون نقفة العام الماضي تم إنفاق 47% منها على الزراعة. وأضاف مسؤول الحسابات بالفرع شاب موراتو قبر خرستوس بدوره أن الفرع يعمل في غردات وأوغارو وبرنتو وشامبو وتخومبيا، مضيفا أنه تم تحصيل أكثر من 55 مليون نقفة ضمن جهود تحصيل القروض. وأشار المدير التنفيذي المكلف بالمكتب المركزي للمؤسسة سيد تافلاس موروم أن المؤسسة قدمت ما مجموعهم 155 مليون نقفة في إقليم القاشبركة، وأن النتائج مشجعة من حيث تحسين الإنتاجية لدى المستفيدين. وأخيرا اقترح المشاركون تنظيم حملات لرفع مستوى الوعي العام بشكل خدمات القروض والادخار والعمل على توسيع نطاقها في المديريات التي لم تصلها وفروع المؤسسة حتى الآن، وإجراء ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام القروض، وأن يعمل ممثلو المؤسسة مع الشركاء المعنيين لجمع القروض. عقد قسم الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط اجتماعا في 30 من يناير في قاعة إدارة الإقليم لمناقشة خطة العمل للعام 2026 التي تهدف إلى تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية على مستوى الإقليم. وصرح مدير عام القسم السيد أسمرام سقبرهان أن البرامج الرئيسية لهذا العام تشمل تنظيم المسابقات الثقافية وإجراء البحوث وتنظيم المحاضرات والدورات التدريبية لنقل الثقافة والتقاليد الشفوية والتراث إلى الشباب، وإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية بالتركيز على ألعاب القوى والدراجات الهوائية وكرة القدم. وبعد المناقشة حث المشاركون على أن تدار المسابقات الثقافية التي تنظم للاحتفال بالأعياد الوطنية من قبل فنانين يتمتعون بالخبرة في هذا المجال. وأخيرا حث رئيس الفرع الثقافة السيد سراج محمود جميع إدارات المديريات على توحيد مواردها لتقديم أعمال فنية تستند إلى المعرفة والبحث في الثقافات وأصولها. قيمت لجنة المحافظة على حقوق الأطفال ومحاربة العادات الضارة بمديرية الدقية أعمالها للعام المنصرم 2025. واستعرض الاجتماع الذي عقد في 29 من يناير الجاري الأنشطة التي تتم بتعاون مكتب العمل والرعاية الاجتماعية ومكتب الصحة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالمديرية بمشاركة ممثلو إدارة الضواحي ورجال الدين والأعيان وممثلو المكاتب القانونية وممثلو الطلاب. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية سيد ولاء قبرز قبير في التقرير الذي قدمه للحضور مجمل الأنشطة التوعوية وتلك الإدارية التي نفذت لمحاربة زواج القاصرات وممارسة ختان الإناث بشكل خاص. وأوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية سيد مدهني تقرماي الإدارات بالعمل بجد في توعية المجتمع بشكل يومي للحد من الممارسات التي تضر بصحة المرأة وتؤثر على حياة الأسرة الاجتماعية. وذكر المشاركون إلى ضرورة تضافر جهود اللجان وشركاء العمل من أجل تحقيق تطورات عملية في هذا الصدد. وحث المدير التنفيذي للمديرية الدقية سيد كيروس قبر مريم بدوره أن الهدف من التقييم هو الاطلاع على التفاصيل الإيجابية والتحديات التي تواجه العمل وبحث سبل تحسين أداء اللجان والاستفادة من الآراء التي قدمت. فاصل قصير ونتابع الأخبار على الصعيد العالمي.
اتهم رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني رؤساء فرنسا وبنين وكوت ديفوار برعاية هجوم تعرض له مطار نيام الدولي ودعم المهاجمين، في حين أشاد بمساعدة روسيا العسكرية لبلاده في مواجهة الهجوم. وأعلن المجلس العسكري أن مسلحين هاجموا مطار نيامي وأصابوا 4 عسكريين، وأن قواته قتلت 20 مهاجما بينهم فرنسي وأوقفت آخرين. وتوعد تياني أثناء حديثه على التلفزيون النيجر الرسمي كل من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس بنين ورئيس كوت ديفوار بالرد. منذ استيلائه على السلطة قطع الحكام العسكريين في نيامي على غرار النظراء في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين العلاقات مع القوى الغربية، وتوجهوا إلى موسكو للحصول على دعم عسكري لمواجهة التمردات. أعلنت الحكومة السورية وتنظيم قصد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية لقصد وقوات ومؤسسات الإدارة الذاتية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضح مصدر حكومي لوكالة سانا الرسمية أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقمشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات قصد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب. وتمكن الجيش السوري خلال الأسابيع الأخيرة من السيطرة على محافظتي الرقة ودير الزور شمال وشرق البلاد بعد معارك مع تنظيم قصد عقب عملية عسكرية أطلقها بعد خروج التنظيم لاتفاقياته مع الحكومة السورية. اختتم الجيش الإيراني مناورات بحرية وبرية وجوية تحت اسم ذو الفقر 1400 في منطقة تمتد بين مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي مرورا ببحر عمان. وأفادت مصادر بأن البحرية الإيرانية ستجري مناورات في بحر عمان والمحيط الهندي خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر أن المناورات التي تشارك فيها الصين وروسيا إلى جانب الجيش الإيراني والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري هي مناورات دورية سنوية تشارك فيها. وذكر موقع نور نيوز الإيراني أن مناورات عسكرية مشتركة ستجرى بين إيران وروسيا والصين قرب مضيق هرمز يوم الأحد. وتأتي هذه المناورات في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية بضرب إيران وحشد واشنطن عتاد عسكري لهذا الغرض وسط تحذيرات إيرانية وتوعد بالرد. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بفرض رسوم جمركية على أي سلعة قادمة من دول تبيع أو توفر النفط لكوبا في خطوة تشكل ضغطا على المكسيك. وقالت الرئيس المكسيكي كلاوديو شينوبي خلال هذا الأسبوع أن حكومتها أوقفت شاحنات النفط إلى كوبا مؤقتا على الأقل، لكنها أكدت أنه قرار سيادي لم يتخذ تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. ويعمل ترامب على الضغط على المكسيك للنهي بنفسها عن الحكومة الكوبية وعزل الجزيرة بشكل متزايد، وهي التي تخضع بالفعل لعقوبات اقتصادية أمريكية صارمة. عناوين النشرة مرة أخرى: وزارة التعليم تضع خطة عمل للعام 2026. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. فعاليات أسبوع الشباب تلعب دورا مؤثرا في توريث أمانة الشهداء. النيجر تتهم فرنسا بهجوم في مطار نيامي وتشكر روسيا على صده. الحكومة السورية وقصد تعلنان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. مناورات إيرانية روسية صينية مشتركة قرب مضيق هرمز. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.